في سنة 1993 في مدينة أكسفورد الهادية اللي عمر ما بيحصل فيها أي حاجة مثيرة، لقوا واحدة ست عجوزة ميتة في مكتبها. من بره الوفاة شكلها طبيعية، بس كان في لغز رياضي غريب جنب جسمها. في الكام أسبوع اللي بعد كده كام واحد تاني اتقتل بطريقة غامضة. كل مرة سبب الوفاة بيكون طبيعي، لكن دايما بيلاقوا لغز رياضي في مسرح الجريمة. الشرطة بتضطر تستعين بعالم رياضيات شاطر عشان يحل اللغز. كل حاجة بتبدأ جوه جامعة أكسفورد لما أستاذ الرياضيات آرثر سيلدوم بيدي محاضرة عن كتاب تراكتاتوس لوجيكو فيلوسوفيكوس. الكتاب ده كان كتبه فيلسوف نمساوي اسمه لودفيج فيتكنشتاين وهو في نص الحرب العالمية الأولى. حسب كلام البروفيسور سيلدوم، الكاتب كان عايز يحلل إذا كان البشر يقدروا يعرفوا الحقيقة عن أي حاجة. عشان يلاقي الإجابة، فيتكنشتاين استخدم منطق رياضي لأنه مادة ملهاش علاقة بتحيزات البشر. هو في الآخر وصل لنتيجة إن مفيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة، مفيش حجة واحدة مفيش عليها جدال ممكن تساعدنا نجاوب على أسئلة البشر. في مكان تاني، مارتن طالب شاب من أمريكا بيجي جامعة أكسفورد عشان يدرس رياضيات. هو متأثر جدا بسيلدوم اللي الكل بيشيد بيه. مارتن بيخطط يقعد كضيف بيدفع إيجار في بيت حلو لواحدة ست عجوزة متقاعدة اسمها مدام إيجلتون. أول ما مارتن بيدخل بيتها بيشوف نسخة من آلة إنيجما المشهورة اللي استخدموها عشان يفكوا شفرات الألمان في الحرب العالمية الثانية. بعدها بنعرف إن مدام إيجلتون وجوزها كانوا صحاب فريق اللي بنى الآلة. بس الأهم، مدام إيجلتون كمان صديقة مقربة للبروفيسور سيلدوم. مارتن بيوضح إنه هنا في أكسفورد بس عشان عايز البروفيسور سيلدوم يشرف على رسالته. وهم بيتكلموا عن البروفيسور الغامض، بتيجي بيث بنت مدام إيجلتون من السوق. بيبقى واضح من كلامهم إن الأم والبنت مش متفاهمين مع بعض خالص. بعدها بالليل التلاتة بيتعشوا مع بعض، بس المزاج بين الأم والبنت ما بيتغيرش. بيث بتعتني بأمها العجوزة طول الوقت، واضح إنها بتكره الوضع ده، حاسة إن حياتها واقفة مكانها عشان لازم تكرش كل وقتها لأمها. بعد كلام كله تلميحات تاني، بيث بتروح سيمفونية قريبة بتعزف فيها التشيلو. تاني يوم، موظف في الجامعة بيوري مارتن الجامعة. الراجل العجوز بيسأل مارتن لو اختار مشرف للرسالة. مارتن بيرد إنه جاله فاكس من الجامعة بيقول إن البروفيسور سيلدوم هو اللي هيكون المشرف. بس الموظف بيكشف إن البروفيسور سيلدوم اعتزل التدريس وما بقاش يعمل غير ندوات بس دلوقتي. بعدها في نفس اليوم، مارتن المتضايق بيطلع كل غضبه وهو بيلعب سكواش في جيم محلي. هو عامل علامات كتير على الحيطان عشان يقدر يتوقع مسار الكورة. ممرضة جميلة اسمها لورنا موجودة في الجيم برضه، بتشوف دوت بتقرب من مارتن، بتشاور بسخرية إن طريقته الرياضية في اللعب دي بتنفع بس لما يكون بيلعب لوحده. فمارتن بيعزمها تلعب معاه سكواش وهما الاتنين بيلعبوا سوا في الآخر. واضح كمان إن في كيمياء واضحة بينهم. بعد كام ساعة، لورنا بتوصله البيت وهما الاتنين بيتفقوا يلعبوا ماتش تاني قريب. بيث بتكون بتراقب المشهد كله من الشباك وبتبدأ تغير. بتواجهه على طول عند الباب وبتشاور إن مش صدفة إنه اختار البيت ده يقعد فيه. بتتهمه إنه بيستخدم أمها استراتيجيا عشان يوصل لسيلدوم. مارتن بينفي الكلام ده تماما، بس بيوافق إن مفيش حاجة بتحصل بالصدفة. بيث بعدها بتسأله إزاي بتفضل سعيد ومارح مع كل اللي حواليك. ردا على ده، مارتن بيقول إنه ببساطة ماشي مع التيار. هو عنده فلسفة بسيطة في الحياة، يفضل يعمل حاجة ويغلط فيها أحسن ما يضيع حياته وهو ما بيعملش أي حاجة خالص. بيقترح على بيث ببساطة إنها كمان هتبقى سعيدة لو مشيت على مبدأه. ما بياخدش وقت طويل لبيث إنها تتصالح مع مارتن لما بتقطعه بعدها وهو بيستحمى. بتوريه إعلان في الجورنال بيكشف إن البروفيسور سيلدوم هيدي محاضرة قريب. دي ممكن تكون فرصة مارتن إنه يعمل بصمة أو حتى يقابل مثله. بعد كام يوم، البروفيسور سيلدوم مرة تانية بيحاضر مجموعة جديدة من الطلاب عن عدم وجود حقيقة مطلقة، بس المرة دي في طالب واحد مش متفق مع استنتاجاته، وده بيكون مارتن. الشاب بيرفع ايده في آخر المحاضرة وبيقول انتقاداته. مارتن بيقول إن كل حاجة في طبيعة الحال لحد شكل حبة التلج مبنية على هيكل رياضي. لو البشر قدروا يفكوا سر الأرقام يبقى يقدروا يفكوا سر الواقع. لسوء حظه، البروفيسور سيلدوم سمع خط النقاش ده كذا مرة في شغله. بيكمل وبيدمر تماما نقطة مارتن اللي بتقول إن في منطق رياضي ورا كل حاجة في العالم البشري. البروفيسور بيدي كذا مثال لظواهر طبيعية زي وجود خلايا سرطانية ما بتشتغلش جوه أي منطق رياضي. بعدها بيستنتج إن البشر خايفين إن في حاجات موجودة بره نطاق فهمهم الصغير. بعد المحاضرة، مارتن بيحس بإهانة شديدة وبيلم كتبه بغضب من دراسته. هناك بيقابل شريكه في البحث كمان، طالب أجنبي تاني اسمه يوري. مارتن كان على وشك يمشي بس بيقف لما يوري بيسأله لو بيستقيل عشان البروفيسور عنده وجهة نظر مختلفة. المثير للاهتمام إن يوري بيبان إنه بيكره سيلدوم بشدة لسبب مش مفهوم. بعدها بفترة صغيرة، مارتن بيرجع البيت وبيوضب شنطه لأنه ناوي يرجع أمريكا. بالصدفة البحتة بيقابل سيلدوم على عتبة الباب. الاتنين بيبدأوا يتكلموا شوية والبروفيسور بيوضح إنه جاي يزور صديقته القديمة مدام إيجلتون. الاتنين بيعتذروا عن تصرفاتهم وقت المحاضرة وبيدخلوا البيت. لصدمتهم الشديدة بيكتشفوا جسم مدام إيجلتون اللي مفيش فيه روح على الكنبة، باين إنها كانت بتلعب سكرابل لما ماتت. لما الشرطة بتعرف بالحادثة دي بيحضر البروفيسور ومارتن للاستجواب. مارتن بيكشف كل حاجة بصراحة وبيشاور إن هو والبروفيسور اكتشفوا الجثة في نفس الوقت بالصدفة البحتة. مارتن كمان بيوضح إنه قابل البروفيسور مرة واحدة قبل كده وده كان وقت المحاضرة في نفس اليوم. من ناحية تانية، سيلدوم بيفاجئ ضابط التحقيق بحاجة غريبة. بيتضايق إنه كان في البيت عشان القاتل قال له يروح هناك. الراجل العجوز بيتضايق إنه يستلم ورقة وقت المؤتمر بتقول الأول من السلسلة وبعدها عنوان مدام إيجلتون ووقت القتل. بيتكشف إن سيلدوم نشر كذا كتاب بيقارن فيه النظريات المنطقية بالقتل المتسلسل. بسبب
كده هو بيستقبل كتير رسائل مجنونة وما بيهتمش بالحاجات دي تقريبا، وده بالظبط اللي خلاه يرمي الورقة في سلة الزبالة وهو رايح بيت مدام إيجلتون. ضابط التحقيق بيبعت نائبه على طول عشان يجيب الورقة. سيلدون بعدها بيقول للضابط إن كان في دايرة مرسومة بالإيد بشكل مثالي تحت الكلام، هو بيعتقد إنها رمز أو العنصر في تسلسل منطقي. بس حتى بعد الاستجواب ضابط التحقيق بيلاقي صعوبة في إنه يشوف رابط بين القتل ورمز الدايرة. سيلدون بيوضح إن في العالم الحقيقي مفيش عمليات قتل بتتم لأسباب فكرية بحتة. حسب كلامه كل قاتل متسلسل موجود عنده سبب عاطفي روتيني بدل ما يكون سبب فكري بحت. هو بيعتقد إن اللي قتل مدام إيجلتون عايز يثبت إن الفرضية غلط تماما، وبكده المجرم هيكون أثبت إنه أذكى من البروفيسور سيلدون. الدايرة هي رمز مثالي لبداية سلسلة منطقية، ده معناه إن دي مجرد بداية لسلسلة من القتل. بعد فترة البروفيسور بيقول لمارتن إن مدام إيجلتون كان عندها سرطان واللي كان ممكن ينهي حياتها في أي لحظة. مارتن بيتوقع إن ده ممكن يكون السبب اللي خلى القاتل يختارها. المجرم بيحاول يثبت إنه بيرتكب الجريمة لأسباب فكرية بحتة، هدفه إنه يسبب أقل ضرر ممكن، وده اللي خلاه يختار حد كان ممكن يموت في أي لحظة. ممكن يكون عرف عن مرض مدام إيجلتون من سجلات مستشفى، وده خلاها الضحية المثالية. الغلطة الوحيدة اللي عملها القاتل إنه كسر مناخير الست العجوزة بالصدفة. البروفيسور سيلدون بيلاقي النظرية دي منطقية وبيسأل مارتن تفتكر القاتل هيعمل إيه بعد كده؟ الشاب بيرد يمكن يحاول يكون أحسن عشان يقدر يرتكب جريمة قتل تانية واحدة مش باينة. وهم بيتكلموا البروفيسور بيشوف إن في 2 ضباط شرطة رايحين للأوركسترا المحلية عشان يبلغوا بس الخبر. بيوقفهم وبيصر إنه هو اللي هيبلغ الخبر ده لبنت مدام إيجلتون. سيلدون بعدها بيدخل الأوركسترا ومارتن بيجري بهدوء للبلكونة عشان يراقب إيه اللي هيحصل بعد كده. بيشوف البروفيسور بيكلم بس في ودنها الخبر السيء ده، بس في حاجة تانية بتلفت انتباهه. عضو في نفس الأوركسترا بيبدأ يكح بعنف وباين عليه التعب. في الليلة دي مارتن بيراجع بهدوء صور مسرح الجريمة في أوضته. لما بيث بتوصل بتقول له إنها استجوبت ساعتين وحاسة إنها المشتبه الرئيسي في قتل أمها. مارتن بيتعاطف معاها لأنها قضت كتير من حياتها بتعتني بالست العجوزة. لما سمعت كده بيث بتكشف إنها مرتاحة تقريبا إن أمها ماتت دلوقتي، بقالها 5 سنين حياتها كلها حوالين أمها وحاسة إنها محبوسة جدا. هو بيحاول يواسي بيث بس هي بتستغل الفرصة دي عشان تعمل حركات رومانسية ناحيته. لما مارتن بيرفض بيث بتتحرج وبتجري للأوضة اللي جنبها. اليوم اللي بعده يوري بيهني مارتن على إن اسمه طلع في الجورنال جامب سيلدم، وبيشاور كمان إن البروفيسور سيلدم دايما محظوظ بشكل غريب في الأحداث اللي زي دي. بيتكشف إن البروفيسور سيلدم ومدام إيجلتون كانوا الناجيين الوحيدين من حادثة عربية موتت عائلتهم هما الاتنين. بعد كده مارتن بيروح يقابل سيلدم في حانة محلية. الاتنين مرة تانية بيتكلموا بعصبية عن وجود حقيقة مطلقة، بس المرة دي كلامهم متركز على قتل مدام إيجلتون مش مجرد نقاش فلسفي. سيلدم بيقول إنهم عمرهم ما هيكونوا متأكدين 100% مين اللي ارتكب القتل، لأنهم عمرهم ما هيكون عندهم كل الأدلة القاطعة الممكنة. بس مارتن بيرد إن الشرطة بتعمل شغلها وأي حد هيقبضوا عليه ممكن يثبتوا إنه القاتل بما لا يدع مجال للشك. البروفيسور بيتعصب وبيكشف إن نائب المجاحس ما قدرش يلاقي الورقة اللي القاتل كان سايبها قبل الجريمة. ده معناه إن لو القاتل قرر ما يعملش أي جريمة قتل تانية بيث هتم إعلانها الجنية، لأن الظروف حوالين القتل بتشاور عليها. الشرطة ممكن ما يكونش عندها الحقيقة المطلقة، بس ده مش هيفرق في الآخر. الكشف ده بيصدم مارتن بقوة وبيروح الجيم السكواش عشان يطلع طاقته. بتنضم هناك لورنا وبتقول له ما تكونش قاسي كده على نفسك، بس مارتن متضايق من حاجة تانية. بيكشف إنه فعلا مستمتع باللخبطة دي كلها لأن القتل ده خلاه يقضي وقت كتير مع مثله الأعلى. هو حاسس بالوحش إنه مستمتع بالوقت ده رغم الظروف. لورنا بتشاور إن مفيش حاجة غلط في إن الواحد يعترف بمشاعره الحقيقية. الاتنين بيتفاهموا وفي الآخر بينتهي بيهم الحال وهم بيتبادلوا القبلات في بيت لورنا. بس هم بيعملوا كده مارتن بيشوف كتاب البروفيسور جنب السرير، بيسأل لورنا عنه. بتقول له إن كان في وقت هي والبروفيسور بيتكلموا يوميا. بتكشف إن ده بدأ لما قابلت البروفيسور في المستشفى. الظاهر إنه بيزور المستشفى بانتظام عشان يطمن على مريض بيموت. مارتن بقى بيغير شوية وما بيقدرش ما يفكرش إن في تاريخ بين البنت اللي نايم معاها ومثله الأعلى. اليوم اللي بعده مارتن بيتبع البروفيسور للمستشفى وهو هناك عشان زيارته اليومية. مارتن بيقعد بهدوء في أوضة الانتظار وبيقابل بالصدفة فرانك اللي بيقعد يقول له كلام مجنون. الحمد لله لورنا بتوصل وتقول لفرانك إنه ممكن يدخل يشوف بنته. بعدها بتوضح لمارتن إن بنت فرانك محتاجة زرع أعضاء والمتبرعين الوحيدين المتوافقين رفضوا العملية. فرانك حاول قبل كده ينهي حياته عشان يتبرع برئتين لبنته، ده سبب إن كل الضغط خلاه يتجنن. بالرغم من كده مارتن بيروح لأوضة تانية. البروفيسور بيقدمه على المريض اللي بيموت اللي بيزوره بانتظام. بيطلع المريض ده كولمان كان طالب عبقري وبعدين بدأ يدرس في أوكسفورد. البروفيسور سيلدن حسه إنه يدرس النظريات المنطقية، ومن ساعتها كولمان كرس حياته كلها لدراسة الذكاء البشري. صمم اختبارات عشان يلاقي نمط ورا الذكاء. كولمان كان بيصحح أوراق الإجابة بنفسه، وفي خلال العملية دي وصل لاستنتاج مفاجئ. معظم
معظم تلاميذه كان عندهم غلطات في الاختبار، وده طبيعي للبشر العاديين. نسبة صغيرة كان عندها إجابات مثالية تتطابق مع معدل الذكاء العالي التقليدي، بس كانت المجموعة الثالثة اللي بتدي إجابات غريبة بس صحيحة تماما. كولمان ما قدرش يفهم المنطق ورا تفكير الناس في المجموعة الثالثة. ذكاء التلاميذ دول كان معقد جدا وبعيد المدى. الإدراك ده خلاه يروح مستشفى ويعمل نفس الاختبار على مرضى لوبوتومي عندهم أمراض نفسية. إجاباتهم تطابقت مع نتائج الطلاب من المجموعة الثالثة. كولمان حاول بكل جهده يفهم إزاي المجموعة دي بتوصل لاستنتاجاتها، بس بسرعة إدراك إن قدراته العقلية محدودة، وده اللي خلاه يبص على الحلول من بره. عشان يفهم الرموز كان محتاج يبص عليها من جوه ويبقى راديكال زي الطلاب في المجموعة الثالثة. الطريقة الوحيدة لتحقيق ده كانت إنه يعمل عملية في دماغه بنفسه. بالرغم إن العملية دي كانت تبدو قاسية جدا، كولمان ما كانش فارق معاه لأنه كان بيعاني من سرطان عظم في مراحله الأخيرة، فقد أطرافه واحد ورا التاني، وبالتالي ما كانش خايف يروح لأي مدى عشان دراساته. ففي يوم كولمان خد مسدس مسامير وعمل خرم في جمجمته يدوب كفاية عشان يخلي جسمه كله عديم الفايدة ما عدا مخه. من اليوم ده وصاعدا كولمان بقى طريح الفراش وبيكتب أكواد طول اليوم باستخدام دعم ميكانيكي لدراعه الشمال. أكواده فيها 4 حروف بس بتتكرر على طول بتوصف اسم ست. في الليلة دي لما مارتن بيبقى في المكتبة، بث بتقرب منه بغضب. عرفت إنه على علاقة رومانسية بلورنا، فبتتهمه إنه أهانها واداها أمل كاذب في الحب. مارتن بيحاول يزيل كل سوء الفهم، بس بث بتعمل مشكلة في المكتبة. بعدها بتطلع متعصبة وهو بيجري وراها بس بيخبط في يوري. بيسأل مارتن بسخرية إذا كان لقى القاتل لحد دلوقتي. مارتن المتضايق بعدها بيقرر يسيب الموضوع ويرجع المكتبة، بس على الباب بيشوف ورقة غريبة عليها رموز مشفرة وتحتها كلمات 14-15 مستشفى سان جوزيف، وده معناه إن القتل الجاي هيحصل هناك. بيتصل بلورنا على طول وبيقول لها تطمن على كولمان. مارتن متأكد تقريبا إنه اتقتل الساعة 14-15. بتجري تطمن بس كل حاجة طبيعية، وده بيخلي مارتن محتار مين الضحية الجاية. المشهد بيتنقل بعد شوية صغيرة. رئيس المباحث بيترسون، سيلدم ومارتن بيفحصوا جثة في مشرحة. بيتكشف إن عضو الأوركسترا اللي كان بيكح باستمرار بقاله كام أسبوع هو اللي اتقتل. بيترسون بيشاور إن وفاته كانت هتبان طبيعية لو ما كانوش لاحظوا علامة من حقنة وريدية. حسب تقارير الراجل الطبية ما كانش بياخد النوع ده من العلاج، ده معناه إنه اتسمم عمدا، والنمط كله بالظبط زي القتل الأول. كانوا استنتجوا بالفعل إن القاتل بيحاول يثبت إن البروفيسور سيلدم غلط، فالجاني تبع سيلدم للمستشفى اللي بيزورها بانتظام ونفذ جريمة قتل كان ممكن تتلخبط بسهولة كوفاة طبيعية. بعد كده ال3 رجالة بيعملوا اجتماع في مكتب البروفيسور. القاتل ساب وراه أدلة في شكل رموز، كل الرموز دي بتنتمي لتسلسل رياضي وممكن يوقفوا القاتل لو قدروا يفكوا ايه الرمز الجاي. البروفيسور عنده فكرة غامضة عن ايه الرمز الجاي بس مش عايز يكون متأكد 100%. بيترسون بيلخص الكلام وبيقول ان هيكون في جريمة قتل تانية لانهم مش عارفين يحلوا اللغز. في الليلة دي مارتن رايح مطعم لما بيخبط في سيلدم. ده الصدفة. بيطلع ان الاتنين معزومين لوحدهم من لورنا على نفس العشاء. بيطلع انها كانت على علاقة قبل كده بسيلدم وكان في بينهم علاقة جسدية. مارتن بيتصدم من الكشف ده بس هي بتطنش الموضوع لان عندهم حاجة اهم دلوقتي. لورنا بتقول لهم ان مفيش سم تقليدي في دم الضحية. السم اللي استخدم كان نادر جدا لدرجة ان بس العاملين الصحيين اللي عندهم خبرة هم اللي ممكن يكونوا يعرفوا عنه. سيلدم بيشاور بمزاح ان المعلومة الجديدة دي بتخلي لورنا واحدة من المشتبه فيهم الرئيسيين في عمليات القتل. البروفيسور كمان بيفتخر بعلاقته الجسدية بلورنا وده بيضايقها. في الاخر بتخرج متعصبة من العشاء وبتسيب الرجالة لوحدهم، وده الوقت اللي البروفيسور بيكشف لمارتن انه عارف ايه الرمز الثالث، حتى بيكتبه على منديل مطبق وبيديه لمارتن. الراجل العجوز بيديله اختيار انه يبص عليه دلوقتي او يكتشفه بنفسه ويثبت انه مش غبي. بعد كام يوم مارتن بيروح يتفرج على بيث وهي بتتدرب في الأوركسترا. بتقوله ان اخر حفلة ليها هتكون ليلة جاي فوكس وهو بيوعدها انه هيحضر. بتوطي عشان تبوسه بس مارتن بيبعد عنها مرة تانية. بيث الغيانة بعدها بتكشف ان بيترسون استجوبها عن مارتن قبل كام يوم. خلال الاستجواب ده ممكن تكون زودت كام تفصيلة ممكن تتهم مارتن في العمليات القتل. بيروح يشوف لورنا وبيشاركها مخاوفه انه بقى المشتبه الرئيسي. الموضوع بيتحول لخناقة لان مارتن بيغير انه ممكن يكون بيشارك لورنا مع سيلدم. مارتن بيزهق من كل حاجة وبيروح يشرب مع يوري. لسوء حظه يوري كمان متضايق من مؤتمر رياضي
الماضي جاي هيتعمل عرض عشان يكشفوا حل نظرية معقدة تم حلها دلوقتي عن طريق عالم رياضيات من جامعة كامبريدج. ظاهريا يوري هو اللي طلع بالحل ده من كام سنة، بس لما شاركوا مع سيلدم الأخير رفضوا. ده بيوضح ليه يوري دايما كان عنده استياء ناحية البروفيسور. مارتن بياخد شريكه البحثي المجنون ده يرجعه أوضة نومهم، بس هناك بيلاقي صورة ليوري مع سيلدم. موضوع جوه برواز الصورة بدقة، دعوة لحفلة جاي فوكس. بعد ليلتين مارتن بيروح الحفلة وبيقابل سيلدم هناك. البروفيسور بيكشف انه بيتتبع عن قرب من سكوت نائب المباحث بقاله يومين دلوقتي. اول ما العرض بيبدأ مارتن بيشوف يوري بيتسلل ورا الكواليس ومعاه حاجة مستخبية تحت عباءته. هو قلقان ان شريكه البحثي اتجنن وعايز ينتقم من البروفيسور، فبيبلغ رئيس المفتشين اللي هناك في الجمهور برضه. بيقبضوا على يوري بسرعة، بس بيكتشفوا انه كان مجرد ماسك لافتة احتجاء ضد البروفيسور. بيترسون بيدرك ان الحادثة دي حولت انتباه كل ضباط الشرطة في المنطقة بعيد عن سيلدم اللي قاعد دلوقتي من غير حراسة في الجمهور. في آخر العرض عضو تاني من الأوركسترا بيبدأ يكح وفي الآخر بيقع ويموت. في طريق العربية للبيت المفتش بيكشف ان الرمز الثالث مثلث اتلقى على حامل المايسترو جنب الضحية. المفتش بيطالب سيلدم يقول له كل اللي يعرفه، بس البروفيسور بيشاور ان يمكن دلوقتي مش احسن وقت. مارتن بيفهم الإشارة وبيخرج من العربية عشان الراجلين يقدروا يتكلموا لوحدهم. تاني يوم في طريقهم للعرض الرياضي سيلدم بيعتذر لمارتن وبيقول له مش عايزه يبطل يفكر في اللغز. بيقول له ان الرمز الرابع هيتكشف في الجرايد، ويا رب القاتل يفتكر ان سيلدم بيعترف بذكائه ويوقف سلسلة قتله. في الظهر ده ومارتن مع لورنا بيبدأ يكتشف الرمز الجاي في التسلسل. بيجروا لأقرب مكتبه وبيلاقوا كتاب عن الرموز الفيثاغورسية اللي فيها الرموز الثلاثة الأولى. ده بيساعد مارتن يستنتج ان الرمز الرابع هيكون تتراكتس، وده شكل مثلثي مكون من 10 نقط مترتبة في 4 صفوف. لورنا كمان عارفة ان بعض الأطباء في العصر ده كانوا بيعتبروا الذكاء أعلى صفة بشرية، فكانوا بيعتبروا الناس اللي عندهم إعاقة ذهنية خطاءة وبيستخدموهم كفئران تجارب لتجاربهم زي زرع الأعضاء. لما سمع كده مارتن افتكر الراجل المجنون فرانك من المستشفى اللي كمان كان ماسك كتاب عن الأطباء الفيثاغورسيين. بقى واضح ليهم دلوقتي ان القاتل هو فرانك نفسه. هو بيدور على حجة عشان يقتل المرضى اللي عندهم إعاقة ذهنية من المستشفى عشان يقدر يستخدم رئتين لزرع أعضاء لبنته. الاتنين بيتجهوا على طول لقسم الشرطة، بس ما بتجيلهمش الفرصة يكشفوا اللي وصلوا ليه. سكوت بيقول لهم ان القاتل اتصل بالشرطة نفس اليوم. القاتل أمرهم يبعتوا عربيات إسعاف لنقطة معينة على الطريق السريع لأنه هيستهدف أتوبيس. سكوت كمان بيكشف ان بيترسون بالفعل في طريقه لاعتراض الأتوبيس قبل ما يوصل للنقطة دي. بعد فترة صغيرة بيترسون بيقدر يوصل للأتوبيس اللي بيشيل البروفيسور سيلدم و9 علماء رياضيات تانيين رايحين الجامعة. بيترسون بيتصل بقسم الشرطة تاني وبيبلغهم المعلومة دي لسكوت والباقيين. لما مارتن بيسمع ده بيقول لسكوت انهم غلطوا في الاتوبيس. القاتل ما كانش بيستهدف علماء الرياضيات ولا سيلدم اصلا، هو فرانك اللي بيسوق اتوبيس المستشفى النفسية هو اللي ورا كل عمليات القتل دي. مارتن بيتصل بالبروفيسور على طول وبيحسه يوصل لبيترسون عشان يوقف الاتوبيس التاني. لسوء الحظ الوقت فات لان سيلدم بيشوف الاتوبيس التاني بيعدي، بس مش بيقدر يوصل لبيترسون في الوقت المناسب. بعدها بلحظات الاتوبيس التاني بيخبط جنب الطريق وبيشتعل. بعدها بفترة قصيرة مارتن ولورنا بيوصلوا لموقع الحادثة، ورئيس المباحث بيكشف ان 5 من الضحايا كانوا متبرعين محتملين. السواق فرانك كان قاصد ينط قبل الحادثة بس غلط في الحسابات ومات في الحريق. بيستنتجوا ان فرانك كان دايما عايز يقتل الاطفال اللي عندهم اعاقة ذهنية عشان يقدر ياخد رئتينهم. هو نفذ كل عمليات القتل التانية عشان يقدر يحول اللوم لقاتل متسلسل هارب. اول ما اللغز بيتحل مارتن بيقرر يرجع امريكا مع لورنا. الاتنين بيخططوا يبداوا حياتهم الجديدة في الولايات المتحدة، بس وهم على وشك يركبوا الطيارة مارتن بيلاقي منديل في جواز سفره. ده نفس المنديل اللي سيلدم كان اداهوله وقت العشاء وكان المفروض فيه الرمز الثالث من القاتل، بس لما مارتن بيبص فيه بيلاقي المنديل فاضي تماما. ده بيخليه يدخل في دوامة لانه اخيرا ادرك ان البروفيسور عمره ما كان يعرف عن الرمز الثالث بنفسه. مارتن بيطلع صور الجريمة من شنطته وبيلاحظ تفصيلة غريبة. مدام اجلتون اتقتلت وهي بتلعب سكرابل. واحدة من الصور بتوري انها كانت رتبت كلمة دايرة بالالماني على لغة السكرابل بتاعتها. بعد كده مارتن بيروح يقابل سيلدم في متحف قريب. بيواجه البروفيسور بالحقيقة ان مفيش قاتل متسلسل. بيطلع ان الموضوع كله كان اختراع سيلدم عشان يخفي الجريمة الحقيقية الوحيدة، موت مدام اجلتون. بيث قتلت امها وبعدين طلبت مساعدة سيلدم. البروفيسور وافق يساعدها لانه قبل كام سنة هو كان بيسوق العربية اللي عملت حادثة وموتت والد بيث مع مراته. هو كمان كان بيشيل الذنب ده من ساعتها وكان عايز يسدد لبيث بانقاذ حياتها. في يوم القتل سيلدم قابل مارتن بالصدفة بره بيت اجلتون. هو كان جاي يشيل كل أدلة الجريمة بس دلوقتي اضطر يمشي مع الطيار، فالاتنين دخلوا البيت
ولما سيلدوم شاف الكلمة الألمانية للدايرة على لوحة السكرابل اخترع خطة في ساعتها. كان محتاج وفاة تانية عشان يقنع الشرطة إن القاتل مش بيث. بالصدفة كذا وفاة حصلت في الشهور اللي بعد كده. سيلدوم قدم الوفيات دي على إنها شغل قاتل متسلسل عن طريق إنه ساب الرموز الفيثاغورسية بنفسه. لسوء الحظ فرانك قرأ عن عمليات القتل دي في الجورنان وأدرك إنها حل لمشكلته هو كمان. كل يوم كان بيسوق الأطفال دول اللي عندهم رئات فليمة بس عقول متضررة، وكان بيتسائل ليه هم المفروض يعيشوا وبنته بتعاني. مارتن بيتهم سيلدوم بتحريض وكيات الأطفال الأبرياء دول. أول ما بيخلص كلامه مارتن بيحاول يبعد عن المتحف وهو قرفان، بس سيلدوم بيوقفه وبيقول إن مارتن كمان كان مسؤول عن اللخبطة دي. بيشاور إن مارتن هو اللي حث بيث تعمل حاجة وتغلط بدل ما تضيع حياتها وهي ما بتعملش أي حاجة خالص. الكلمات دي بالظبط شجعت بيث إنها تتخلص من أمها وتسيطر على حياتها. في النهاية ده بيثبت نظرية مارتن صح بطريقة ساخرة. كل حاجة في العالم ده ليها نمط. كلمات مارتن كانت زي المنطق الرياضي ورا الوفيات اللي تبان عشوائية لناس كتير جدا.